امرأة تدلع، وإذا كلمتها بالزواج نحوي رأيت عيناها تكاد أن تقطع، وإذا كلمتني نفصت بنفصة وأنا من شدة الصوت قمت أتمصرع، وتدري بقولها أن أشري لها جمس وأترك ذلك الونيت المقربعة، وأن أذهب بها إلى الطائف وأستاجر بجوار مطعم به مشويات ومصقعة. وكم كلمتني إلى متى وأنت بمسحاتك تزرع، ومن ربية الأغنام أشكيت نفسك فشكلك كشكل الفار المجربعة، فإن تترك ذلك وإلا سأذهب مع أبنائي وأتركك كالكدر المقربعة. فقلت لها يا زوجتي أطيعيني ولا تكوني كاللاتي يلبسن البرقع مدلعات، وساعديني على غنمي وارضعي البهم الذي يرضع، وارحمي زوجك الذي تعب عليكم عبر السنين ومن التعب تقطع، بنى وليس وزرع وتوظف وفي أغنامكم رعى. فما شأنكم يا سامعين في هذا المرأة التي جابت لي السمرقة؟ لقد دعيت ربي أن يصلحها إنه مجيب الدعاء، وصلوات ربي على نبينا محمد الشفيع المشفع.